عشان نوجه او نلفت نظر القناه ان هم بداوا يجيبوا اطفال معاهم في الحلقات عندهم، ويبتدوا يسالوهم عن المواقع اللي هم بيخشوا عليها في الانترنت والجروبات اللي هم بيعملوها اللي بتشتم في العسكر وحكم العسكر ويسقط حكم العسكر، ويبتدوا ينزعوا من جواهم الوطنيه بتاعتهم. طبعا احنا مش ضد ان هم يقولوا رايهم ويعبروا عن رايهم، دي حاجه ترجع لهم، لكن احنا ضد ان هم يستغلوا اطفال دون سن الرشد في اي لعبه واي نوع من انواع السياسه واي كان توجهها، سواء توجهها ناحيه العسكر او ضد العسكر. وبعدين احنا دلوقتي بننزع وطنيه ولادنا، ازاي الولاد دول بعد كده احنا هنطالبهم ان هم يتجندوا يخشوا الجيش؟ يعني لما يمشوا في الشارع يشاوروا على العسكري يقولوا البلطجي اهو، هل ده منطق؟ احنا بنرفض الكلام ده كاولياء امور، وقمنا بتقديم بلاغ ضد الاستاذ يسري فوده بشان هذه الحلقه وضد قناه اون تي في. فاحنا بنرجوهم هنا، احنا واقفين قدامهم بمنتهى الادب، بنقول لهم لو سمحتوا فلنتوقف عن ان احنا نقحم اولادنا بهذه اللعبه اللي ما احناش عارفين نخلقها. هل فكرتوا تعملوا وقفات قدام قنوات اخرى غير ديت؟ الحقيقه احنا فكرنا ان احنا نروح عند مدينه الانتاج الاعلامي، لكن الموضوع بتاع الاطفال خلانا ننزل فورا، يعني لان الموضوع اصبح موضوع خطير، والاولاد بيخرجوهم من المدارس يعملوا مسيرات وضربات ويعتصموا جوه المدرسه، والمدرسين بيوجهوهم لهذا التوجه، طبعا الكلام ده غير مقبول بالمره. وبعد كده اولادنا يخشوا في مسيرات وفجاه نلاقي الناس اندست في وسطهم واولادنا ضربوا برصاص، ونرجع بقى تاني لنفس القصه، وشهداء وناس ماتت وناس اتقتلت، وطبعا هنطالب بدم اولادنا لانهم اطفال اتغرر بيهم. فطبعا هم مهما حاولوا ان هم يجرونا في السكه دي فاحنا بنرفضها تاني. احنا الكلام ده كله كويس فاهمينه كويس جدا. هم فشلوا في العصيان المدني بتاعهم، وفشلوا في ان هم يوقعوا ما بين مصر وما بين بورسعيد. دلوقتي ابتدوا يستخدموا اطفالنا في ان هم يعملوا بيهم اللعبه الجديده. هل في وجهه نظرك في قنوات ثانيه غير اون تي في؟ والله هو الاعلام اغلبه في الوقت الاغلب الاعلام حاليا موجه لاتجاه معين، لكن انا بالذات قناه اون تي في يعني ماسكه على لاين معين وتصر عليه. في بعض القنوات بترفض ان يهان فيها المجلس العسكري ويهان فيها الجيش المصري، والقنوات دي احنا بنحترمها. فاحنا مش هنذكر حاجه بعينها الا لما يكون في حدث معين او موقف معين. احنا هنا النهارده لان في حلقه كامله لمده ساعه ونص جاء فيها اطفال يتكلم فيها عن الموضوع ده. شكرا. ايوه، احنا في مجموعه من اولياء الامور قدموا بلاغ للنائب العام ضد الاستاذ يسري فوده بصفته مذيع في قناه اون تي في، عشان يعني يتم التحقيق في الحلقه اللي قدمها. جاب فيها حوالي 4. تقدم انت البلاغ حضرتك؟ فندم، البلاغ ده قدم امتى؟ البلاغ اتقدم حوالي اسبوع تقريبا او بعد الحلقه على طول بيومين. تمام. وحضرتك هل في خطوات ثانيه للتصعيد اكتر من الموقفه بتاعت النهارده؟ والله احنا بنبدا بالتصعيد. احنا نتمنى ان حد فيهم ينزل يتكلم معانا ويتفاهم معانا. لو ما نزلوش يتفاهموا معانا خلاص دي حاجه ترجع لهم. ايه المطلوب حضرتك؟ هتكبر ايه المطلوب؟ ما كانش فيه اجراء واضح اهو، لا لاستغلال الاطفال في لعبه السياسه. مش هنسمح ان اولادنا يستغلوا في لعبه السياسه باي وضع وباي اسلوب. المنتجات اللي بتعني على قناه التي في، كل الشباب اللي عندهم 20 و21 سنه و25 سنه عايزين ينزلوا يقولوا رايهم، اهلا وسهلا بيهم. يقولوا يسقط العسكر وهم حرين، هم فاهمين هم بيعملوا ايه. انما انا ما اجيبش طفل عنده في 5 ابتدائي واقعده وخليه يعمل ويب سايت على النت ويعمل جروبات على النت عشان يشتم فيها جيش بلده. عيب، شغال اصلا عيب. مش حاجه اسمها الكلام ده، في حاجه اسمها مصر، في حاجه اسمها وطن. احنا نسينا وطننا خلاص. كل واحد بيعمل اجندته الخاصه على حساب اطفالنا. خلاص انت براحتك اعمل اجندتك زي ما انت عايز، لكن عند اولادنا مش هنسكت باي اسلوب. هنستخدم كل الطرق القانونيه ان احنا هنمنع ان احنا اولادنا يستغلوا في هذه اللعبه. تمام. شكرا لحضرتك. حتى العادي اللي مش وابتدى يسأل
بنسالهم في اسئله خاصه بالسياسه، وان هم يعني الولاد عاملين جروبات على الفيسبوك بيهاجموا فيها العسكر وبيطالبوا بالعصيان، وابتدى يغذي فيهم هذا الموضوع. بس ده بتاعنا. ابتدوا يغذي فيهم الموضوع ده. طبعا الموضوع ده احنا كده الاسلوب ده مرفوض رفضا باتا، ان احنا نستغل اولادنا في لعبه السياسه. وفي وثيقه حقوق الطفل دي لازم نلتزم بيها ونحترمها. وثيقه حقوق الطفل بتقول ان احنا ما ينفعش ان احنا نستغل الاطفال دون سن الرشد في اي اعمال سياسيه. احنا بنطالب الاستاذ يسري فوده ان هو يلتزم بهذه الوثيقه وهذا النطاق، وانه يحترم ان احنا اولياء امور ومش هنسيب ولادنا تهدم وطنيتهم، وان هم يحسوا ان لهم جيش يوم من الايام هيبقوا اعضاء. مش عايزينها بركة دم. يا احلام تلم تلم، يا احلام تلم تلم، مش عايزينها بركة دم.